تتخيل تبني إنسان من الصفر وتكتشف في الآخر إنك كنت مجرد محطة مؤقتة في حياته؟ أميرة بنت بسيطة من عيلة متوسطة كان كل حلمها تلاقي حب حقيقي، ولما حبت رامي كانت شايفة فيه كل حاجة، حتى وهو مفلس كانت شايفة قلبه مش جيبه. رغم كل التحذيرات من أهلها أميرة ما تراجعتش، قالت له أنا هسندك وهنبني حياتنا سوا من أول السطر. أول سنة جواز كانت نار، رامي دخل مشروع خسر فيه كل حاجة. ساعتها باعت أميرة آخر قطعة دهب عندها وقالت له بكامل الرضا الفلوس بتيجي وتروح بس إحنا لبعض. وفعلا بدأ من جديد وهي جنبه في كل خطوة كل يوم. عدت 4 سنين وابتدى رامي ينجح، دخل فلوس واشترى عربية وبدأ يلبس ماركات، بس أميرة لسه هي بشغل البيت والبساطة اللي حبها فيها زمان. ابتدى يتغير، كلامه قل، خروجاته زادت، والموبايل بقى لغز كبير، وهي كانت بتحاول تقنع نفسها إنه مشغول بس. في يوم فتحت موبايله بالصدفة، لقت رسالة بتقول متى هنعيش سوا، تعبت من الانتظار. قلبها وقع، ولما واجهته ما أنكرش، بالعكس قالها بكل برود أنا مش حاسس إني عايزة أكمل، مش شايفك مراتي اللي بحلم بيها. انهارت وسألته وهي بتبكي كل ده علشان نجحت، نسيت أنا عملت إيه علشانك؟ رد قالها أنا اتغيرت وإنتي لسه زي ما إنتي. الجملة دي كسرت كل حاجة جواها. طلقها وبعد شهرين اتجوز بنت من طبقة أعلى، وأميرة رجعت لبيت أهلها مكسورة، بس ما وقعتش، اشتغلت، كملت دراستها ووقفت على رجليها من جديد. وفي يوم شافها كانت ماشية بثقة، شيك وناجحة، بتضحك من قلبها. هو وقف بتبث كأن الزمن وقف، وهي عدت قدامه كأن عمرها معاه. كان كابوس وانتهى، لأنها فهمت اللي بيعك وقت قوه كان شايفك وسيلة مش شريك حياة، لكن هو عمره ما هيلاقي زيك تاني، والخسارة دايما عليه مش عليك.